كان لازم يساعد أبوه المريض بالسرطان اللي بيعاني كل يوم من نقص الأدوية والفلوس، فكانت العيشة صعبة جدا. فقرر إن هو يسافر السعودية عشان يقدر يصرف على العيلة وكمان يعالج أبوه المريض بالسرطان. وفعلا سافر السعودية واشتغل هناك، لكن أول ما قرر إن هو يرجع مصر حصل اللي حصل ورجع جثة هامدة. طبعا هبلغ الحكايه دي ازاي؟ ازيكم يا جماعه؟ قال شكلك في حاجه. لقوا المدام بتاعتي انا زوجتي داخله وراي بتبكي. فاهم حضرتك؟ بتبكي يعني الدموع نزل. قال في ايه؟ السلام عليكم، معاكم خالد علي ورجعت لكم بفيديو جديد. بس وانا بحضر الفيديو ده كنت حزين للسيناريو بتاع الفيديو ده، مش عشان الشخص ده مصري، لا، لان الشخص ده فعلا كانت ظروفه صعبة. القصة كلها عن الشاب اللي قدامه في الصورة ده، اسمه احمد حاتم واتولد في المنوفية، والناس كلها بتحبه وشخص كويس جدا، وغير كده مجتهد جدا في دراسته برغم ان ظروفه المادية سيئة. ظروفهم المادية كانت على قدها خالص، كان من أسرة بسيطة، لكن أحمد كان عنده حلم وبيسعى إن هو يحققه. وفعلا طلع من أوائل الثانوية العامة ودخل كلية صيدلة وتخرج منها سنة 2012، وفضل يعافر ويشتغل ويدوس على نفسه أكتر وأكتر لغاية لما اتجوز، وكمان ربنا رزقه بطفل صغير. لكن الضغوطات بدأت تزيد على أحمد أكتر وأكتر، لأن المصاريف بدأت تزيد كتير، وأحمد كان بيصرف على ابنه ومراته، وكان بيصرف على أبوه وأمه، وتحديدا أبوه اللي كانت مصاريفه كتيرة، لأن أبوه كان بيعاني من السرطان، والسرطان محتاج إن أنت تجيب أدوية وأدوية غالية. فكان أحمد يا عيني بيصرف على البيت ده والبيت ده، وما كانش مقصر مع حد في حاجة، لكن المصاريف زادت عليه قوي. لكن بالرغم من كده أحمد كان شايل المسؤولية وما كانش بيحسس حد بحاجة أبدا. لكن لما كان بيقعد مع نفسه كده كان بيحاول يدور لأي حل عشان يحل الأزمة المادية اللي هو فيها. وفعلا فكر ان هو يشتغل بره في السعودية، الامارات، اي حاجة. من كتر ما احمد بيدور وبيسعى ان هو يشتغل بره لقى فعلا شغل في السعودية، هيشتغل هناك في صيدلية. راح على طول حضر الورق بتاعه وخد مراته وابنه معاه وسافر على السعودية، وكان بيشتغل في الصيدلية اللي في السعودية ساعات كتير وساعات اضافية عشان يقدر يصرف على بيته، وكمان يقدر يصرف على ابوه وامه ويبعت لهم فلوس. يعني حرفيا كان بيشتغل 16 ساعة في اليوم، وكان دايما بيبعت لأبوه فلوس عشان يقدر يجيب الأدوية عشان أبوه مريض بالسرطان، ربنا يشفيه. من كتر ما أحمد مجتهد وشايف شغله في الصيدلية، الكفيل اللي هو صاحب الصيدلية اللي جاب أحمد عشان يشتغل معاه هنا لقى أحمد شخص كويس ومحترم ومجتهد وكمان أمين وبيشوف شغله، خلاه على طول يبقى مدير الصيدلية. واستمرت بقى الحياة على كده، وأحمد شغال وبيشتغل وبيدوس على نفسه في الشغل، وبيبعت مصاريف لأبوه وأمه، وبيصرف على مراته وابنه اللي معاه في السعودية. استمر على كده من كمية شغل وضغط وبيدوس على نفسه أكتر وأكتر، وفضل سنتين على ده الحال. وبعد سنتين شغل وتعب قرر أحمد بقى إن هو ينزل عند أبوه وأهله وأمه ويشوفهم، بقاله سنتين ما شافهمش، ينزل كده ويطمن عليهم. لكن لما أحمد قال كده للكفيل السعودي وقال إن هو محتاج ينزل مصر عشان أهله وحشوه، الكفيل السعودي ده اتضايق جدا وقال له ازاي انا معتمد عليك في الشغل وانت اللي شايل الشغل وانت اللي مدور الدنيا كلها، ازاي هتنزل وتسيبني؟ احمد فضل يقول له ان ابوه جدا وحشه وامه واهله ولازم ينزل يزورهم، بقاله سنتين ما شفتهمش، لازم انزل اشوفهم واطمن عليهم. الكفيل كان متضايق وقال له يا عم براحتك، عايز تنزل انزل انت حر. احمد بدأ يحضر الورق بتاعه ويجهزه، لكن كان في مشكلة كده في الورق بتاعه، هو كان محتاج شوية وقت، لكن ورق مراته وابنه كان خلصان. فقال خلاص هسفر مراتي وابني لمصر عشان كمان يقضوا العيد مع اهليهم وانا ابقى احصلهم. وفعلا احمد خلص ورق مراته وابنه وسفرهم من السعوديه لمصر عشان يقضوا العيد هناك وسط اهلهم، وقال لها لما انا ورقي يخلص هحصلكم على مصر على طول. قرر بقى احمد ان هو يكمل شغل في الصيدليه لغايه لما ورقه يخلص وينزل يسافر على مصر. لكن احمد ما كانش يعرف ان الايام دول هتكون آخر أيامه، وتحديدا في يوم 13 يوليو 2022. أحمد نزل الصيدلية زي كل يوم، نزل عشان يبيع للناس ويشتغل، وزي كل يوم هو طبيعي بينزل فيه وبيشتغل فيه. واليوم كان ماشي طبيعي لغاية لما دخلت واحدة الصيدلية شكلها مش طبيعي وتحركاتها مش طبيعية. أحمد هنا قال لها اتفضلي. هي طلبت من أحمد أدوية، وأحمد لما سمع الأدوية دي منها قال لها الأدوية دي ما بتطلعش غير بروشيتا، فين الروشتة بتاعتهم؟
قالت له انا مش معايا روشتة وعايزه الادويه دي. والادويه دي يا جماعه لو احمد طلعها من غير روشتة هيتحاسب ويتسجن كمان ويدفع غرامه كبيره، لان في ادويه معينه ما ينفعش الصيدلي يديها للشخص غير لما يبقى معاه روشتة. المهم الست دي طلبت من احمد ان هو يديها الادويه دي. قال لها يا فندم الادويه دي انا مش هقدر اديها لك عشان لازم يبقى معاكي روشتة. قالت له انا مش معايا روشتة ولازم الادويه دي تديها لي. والست كانت بتتكلم بطريقه مش لطيفه، وتحديدا لما عرفت ان احمد مصري قالت له انت تديني الادويه دي وتسمع الكلام اللي انا بقول لك عليه، يا اما هسفرك بلدك تاني وتمشي من هنا. احمد ما ردش عليها وقال لها يا فندم انا مش هقدر اديك الادويه دي، الادويه دي لازم تخرج بروشتة، هات الروشتة وانا هديك الادويه. احمد كلمها باحترام، لكن الست دي كان باين عليها مش طبيعيه. وبعدها بدقيقتين دخلت الصيدليه، فضلت تمشي كده ببطء لغايه لما طلعت مسدس، وعلى طول ضربت طلقتين على احمد، والطلقتين دول وقعوه على الارض، وطلعت على طول تجري على العربيه ومشيت. في اللحظه دي وقع احمد على الارض، واصحابه والجيران وكلهم اتصلوا على الاسعاف والشرطه عشان يلحقوا احمد. وفعلا الاسعاف جت وخدوا احمد عشان يودوه على المستشفى، لكن للاسف احمد وصل المستشفى كان مات. واول شخص من عيله احمد عرف الحوار ده كان خاله، وحرفيا ما كانش عارف يكلم مراته يجيبها لها ازاي، يقول لها ازاي ان جوزها توفى، ما كانش عارف يجيبها لها ازاي. وكلم العيله كلها وعرفهم، والعيله كلها كانت عارفه الا مرات احمد ما كانتش عارفه. كله كان خايف يواجهها ويقول لها ان جوزك توفى، لانها فعلا كانت بتحب جوزها جامد، وجوزها ما كانش بيعاملها غير معامله كويسه وكان بيحبها جدا. فخبر زي كده هيبقى صدمه بالنسبه لها. ولغايه دلوقتي مرات احمد ما تعرفش اللي حصل لجوزها، لغايه بقى لما واحده صاحبتها بالصدفه اتصلت عليها عشان تعزيها. هي كانت مستغربه، قالت لها مين اللي توفى؟ بتعزيني في مين؟ امبارح الساعة 11 بالليل كنا قاعدين، مفيش أي حاجة خالص، مفيش حاجة. بعدين مرة واحدة حد اتصل علينا وقال لنا إن البقاء لله. فأنا قلت لهم البقاء لله في مين؟ قالوا لي في أحمد جوزك. قلت لهم إزاي؟ فقعدت أرن على جيراني هناك ما ردوش عليا. لقيتها اصلا انا لما فتحت التليفون لقيتها رن عليا بتاع 10-15 مره كده، بس انا ما كنتش فاتحه نت وقتها. فلما فتحت ورنيت عليها ما كانتش فاتحه، بعدها بشويه فتحت وردت عليا. يعني جوزها كلمني وقال لي البقاء لله يا ام محمد. قلت له لا يا ابو مالك ما تقولش كده، ما تقولش كده. يعني بجد ربنا يكون في عونها هي وابنها الصغير اللي اتيتم ده، ولا ابو احمد وامه اللي كان احمد بيصرف عليهم، واللي كانوا مستنينه بقالهم سنتين ما شافوهوش وكانوا مستنينه ينزل مصر. يعني بجد ربنا يصبرهم على فراق احمد. لما عرفوا اللي حصل لاحمد طلبوا ان احمد جثته تيجي مصر عشان يدفن في مصر، لكن كان في شويه اوراق وحاجات كتير كانت صعبه ان هي تخلص، وكانوا يعني احتمال كبير يدفنوه في السعوديه. لكن اهل احمد اصروا ان احمد يجي مصر ويدفن جنب اهله في مصر، والسلطات السعوديه خلصوا الورق، وفعلا احمد وصل مصر واتدفن في مصر. وحرفيا البلد كلها كانت في جنازه احمد. احمد كان محبوب من ناس كتير جدا، وكله كان واقف مع العيله دي لانهم كانوا بيحبوا احمد وكانوا بيحبوا العيله دي. كانت عيله في حالها ومش بتاعه مشاكل خالص. والجنازه بتاعته كانت مليانه ناس، والكل كان بيدعي له بالرحمه، زي ما كل اللي بيسمع الفيديو ده وبيشوفه هيدعي لاحمد بالرحمه ان ربنا يغفر له ويرحمه. المهم الشرطه بقى فرغوا كاميرات المراقبه وقدروا يعرفوا الست دي مين وجابوها، وهي حاليا في السجن دلوقتي، لكن ما اعلنوش عنها مين هي الست دي ولا اعلنوا عن صورها. والحكومه المصريه لما عرفوا قصه احمد اتكفلوا بعلاج ابوه المريض بالسرطان ان هم يعالجوه على نفقه الدوله، وكمان وفروا شغل لمراته عشان تصرف على ابنها اليتيم، ووفروا كمان فرص عمل لخال احمد، ويعني ساعدوهم كده بمبلغ مالي. يعني الحكومه المصريه قامت بالواجب وكانت جنب الاسره دي. لكن طبعا مفيش حاجه هتقدر تعوض غياب الشخص ده، وتحديدا امه وابوه ومراته وابنه الصغير اللي اتولد ولقى نفسه يتيم.